بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وصلنا في تأملاتنا في لقاءات السيد المسيح في إنجيل معلمنا يوحنا لحد الإصحاح الخامس. أخذنا المرة اللي فاتت الإصحاح الرابع، لقاء السيد المسيح مع السامرية، نتعلم منه إزاي نتعامل مع حد بعيد وحزين وبنعمة ربنا نجتذبه. الإصحاح الخامس بقى ده مشهور قوي. الإصحاح الخامس ده اللي بيتكلم عن قصة المخلع، وقلنا كده نحفظ الإصحاح الرابع هو يمثل الحد الرابع في الصيام الكبير، الرابع السامرية والخامس المخلع. هم نفس الرابع والخامس كإصحاحات، هم نفس الرابع والخامس كأسابيع الصيام الكبير. ايه قصة المخلع؟ تعالوا نشوفها مع بعض. يقول: وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم. يا ترى ايه هو كان عيد اليهود ده؟ اجتهد البعض، الأغلبية يقولوا ده عيد الفصح، فالسيد المسيح راح أورشليم عشان عيد الفصح. والبعض يقول ده عيد آخر اسمه عيد التجديد، كان موجود عند اليهود، مذكور في سفر المكابيين يعني. لأن انتوا عارفين السيد المسيح ما كانش عايش عند أورشليم. أورشليم دي تحت في الجنوب في إسرائيل، دي تحت القدس، والمنطقة بتاعتها اسمها اليهودية في زمن السيد المسيح، ودي منطقة البهوات والبشوات والمتدينين وكذا والقريبين من السلطة والحكم. دي الحتة اللي قاعد فيها بيلاطس البنطي. أما الجزء اللي كان عايش فيه السيد المسيح فهو في الشمال في الجليل، حيث الناس بقى ايه؟ البسطة والغلابة والفقراء، واللي في نظر الناس مش متدينين وفيهم خطاة كثيرين. عشان كده اتقال زورا: هل من الجليل يخرج شيء صالح؟ واتقالت في حتة تانية: هل من الناصرة يخرج شيء صالح؟ ليه هي الناصرة دي فين؟ هي اسمها ناصرة الجليل، هي فوق في الجليل برضه. فدي كانت أماكن يعني مش في نظر اليهود ما يطلعش منها أنبياء أبدا، مع إن هم مش صادقين في كده، لأن إيليا كان من الجليل فوق، إيليا وفي أعظم من إيليا، وإليشع بالتالي كان برضه من الشمال. بلاش ده السيد المسيح نفسه صحيح شبابه كان في الناصرة، بس خدمته كانت في كفر نحوم. طب هي اسمها كفر يعني بلدة أو قرية. نحوم ده مين؟ ده النبي نحوم، ودي كانت بلده، فهي أصلا متسمية على اسم النبي اللي كان فيها، فهو من الجليل يعني. وغيره في أنبياء أخر، يونان كان من الجليل، طوبيا كان من الجليل، وهكذا. لكن اللي عايز أقوله إن السيد المسيح قضى خدمته كلها في الجليل، نزل أورشليم عند الأعياد ويطلع تاني، يرجع تاني بلده، ينزل على أورشليم ويطلع تاني بلده اللي هي الناصرة أو كفر نحوم. وبالمناسبة السيد المسيح اختار تلاميذه منين تفتكروا؟ من الجليل. ال11 تلميذ من الجليل، مفيش غير واحد بس اللي كان من البهوات اللي تحت، يهوذا، كان من قرية اسمها قرية سخيروت، عشان كده اسمه كده يهوذا الإسخريوطي. سخريوت دي قرية جنب أورشليم مع البهوات اللي تحت. ده الوحيد اللي ايه؟ اللي طلع يعني ايه؟ ضعيف الإيمان. فهنا السيد المسيح ترك الجليل ونزل لليهودية أو لأورشليم. وأفكركم إن إنجيل يوحنا هو الإنجيل الوحيد في الأربع أناجيل اللي ذكر نزولة المسيح لأورشليم دي 4 مرات. ما السيد المسيح خدم 3 سنين وشوية، فخلال ال3 سنين وشوية دي نزل 4 مرات لأورشليم يعيد الفصح، الأخيرة فيهم اللي اتصلب فيها، بس في 3 مرات تانيين مذكورين هنا. وهنلاقي في مرة الأولى فيهم مثلا المسيح طرد الباعة من الهيكل، مكتوبة هنا إنه طرد في يوحنا 2. هتلاقي المسيح طرد الباعة من الهيكل غير المرة الأخيرة،
فهي ما كانتش مفاجأة المرة الأخيرة دي، هو كان كل ما ينزل يوبخهم ويطردهم يسيب أورشليم يرجعوا تاني يعملوا العمايل بتاعتهم. فأربع مرات السيد المسيح ينزل لأورشليم يعيد ويرجع تاني يخدم في الجليل. الأربعة دول مذكورين في إنجيل يوحنا بس. طب وإيه الثلاث أناجيل؟ لا، الثلاث أناجيل التانيين مش ذاكرين غير مرة واحدة بس. فدي مرة، دي تعتبر المرة رقم 2 في إنجيل يوحنا اللي السيد المسيح ينزل فيها الجليل. يقول وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم. صعد طبعا لأن أورشليم كانت هي اللي مرتفعة ومبنية على جبال. وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. في أورشليم عند باب الضأن. باب الضأن ده باب من أبواب أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض زي ما بنقول في المزمور، حواليها سور كبير. السور ده ليه أبواب. في باب اسمه باب الضأن، ده اللي قريب قوي من الهيكل في الشمال، وده الباب اللي بيدخل منه الخرفان على الهيكل، فمعروف باسم باب الخراف أو باب الضأن. وده الباب اللي استشهد عنده استفانوس على فكرة في سفر الأعمال. تلاقي في باب تاني مثلا اسمه باب الماء، ده الباب اللي تحت في الجنوب عند بركة اسمها بركة سلوام. هتلاقي بقى هما كذا باب، حوالي 12 باب من أيامنا حامية. هنا السيد المسيح دخل من باب الضأن كخروف مذبوح، فبابه المفضل هو باب الضأن. دخل من هناك، وهناك يدخل يلاقي الهيكل في وشه، بس قبل الهيكل في بركة اسمها بركة بيت حسدة أو حسدة. البركة دي قريبة جدا من الهيكل، واحنا عارفين ان الهيكل وأورشليم مبنية على جبال، 4 جبال عالية. فكانوا دايما الناس يقروا الجزء ده ويقول لك ازاي في بركة جنب الهيكل؟ فيش بركة تبقى جنب الهيكل لأنها مكان مرتفع جدا، الهيكل يطلع له المية ازاي يعني؟ لغاية ما في القرن 20، القرن اللي فات، اتعملت حفائر كتيرة ووجدوا بركة بيت حسدة في نفس المكان اللي موصوف هنا عند السور القديم بتاع أورشليم، مكان باب الضأن. المهم حتى لما لقوها، فضلنا اهو بقالنا من القرن اللي فات للقرن ده، لقوا البركة بس ما لقوش 5 أروقة. 5 أروقة يعني ايه رواق؟ رواق يعني استراحة أو قاعة كبيرة الناس بتقعد فيها. طب ما هو طبعا يعني بعد مرور الزمان مش هنلاقي قاعات، بس هنلاقي البركة. بس الغريبة ان قريب جدا اكتشفوا ال5 أروقة دول، لقوا المداخل بتاعتهم ال5. فبقى نفس الحدث اللي مكتوب، الآثار بتشهد ليه بشكل جميل، ولسه متبقي منه العناصر والآثار اللي تدل على صحة الواقعة الجميلة اللي هنقراها دي. طب ايه بركة بيت حسدة؟ بيت حسدة او يتقال كلمة حسدة يعني رحمة او نعمة، بيت النعمة او بيت الرحمة. لها 5 أروقة، قلنا يعني زي قاعات الناس بتقعد فيها. مين الناس اللي بيقعدوا في القاعات دول؟ اكيد مستنيين حاجة معينة، يعني ايه ليه عاملين قاعات مخصوص هناك؟ ما هو برضه الواحد يسأل نفسه حتى لما لقيناها في الآثار، ليه 5 قاعات يتعملوا حوالين بركة يعني؟ علشان الناس قاعدة هناك متوقعة تحريك الماء علشان اللي ينزل في البركة يتشفي. فكانت الناس عارفة ان ده مكان بركة، فبقى مزار ومعمول له 5 قاعات حواليه. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء. مرضى مفهومة، عمي مفهومة، عرج مفهومة، عسم دي يعني ايه؟ اهي عسم دي هي المخلع. العسم يعني واحد عنده شلل في كل المفاصل الأساسية، الإيدين والرجلين. هم دول الناس اللي يتقال عليهم عسم، شلل رباعي يعني. ومن هنا جت لفظة المخلع، يعني اللفظ الدارج اللي الكنيسة استخدمته على هذا الشخص
هو المخلع، يعني اللي عنده واحد من العصم اللي قاعدين دول. واحنا كالعادة عايزين ننظر للأمور بشكل روحي أكتر منه بشكل نحكي الحدوتة، يعني احنا عايزين نستفيد حاجة. طب نستفيد ايه؟ عايزين نتابع من هنا بقى وطالع كيف تعامل المسيح مع المخلع، عشان نتعامل احنا كمان مع مين؟ مع المخلع برضه. ليه هو احنا بنقابل مخلعين بس مش مقصود بيها اللي عنده شلل جسدي، احنا هنتعلم ازاي نتعامل مع اللي عنده شلل روحي، المخلع روحيا، اللي مفاصله مش شايلاه. في ناس مخلعة ده هنا بص يقول لك ايه، كان مضطجعا جمهور كثير. ده انت لو ركزت على حتة مخلع دي، يا كثيرون ينفع نطلق عليهم لفظ المخلع إن لم يكن بعضنا وأنا وسطهم. مخلع مش قادر يهم على روحه ويمشي في السكة الروحية كما ينبغي، عايز اللي يقومه، مفاصله ما بقتش شايلاه، يمكن عايز بس مش عارف خالص، مش جاية، كل ما يحاول يقوم ياخد هدر، لدرجة انه من كتر الاحباطات رقد واستسلم ساعات زي الراجل ده كده. تعالوا نشوف. يتوقعون تحريك الماء، يعني في حركة هتحصل اهو، بس هو ما بيطولهاش ابدا، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. يعني ملاك مش متشاف، وأحيانا يعني مش دايما، يعني ممكن نقعد فترة ما فيش، فالناس كلها قاعدة على الأمل مين اللي هيلحق. فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. اللي كان بينزل وأول واحد، شوفوا الصعوبة بقى، يعني عايزين حد يعرف يتحرك أو ناس تشيله، وقاعدين جاهزين لان ما حدش عارف الملاك هيجي امتى، وكمان اللي هينزل هو اول واحد بس هو اللي هيتشفي. طب وعمنا المخلع ده احبط، لا في حد هيشيله وهيتبرع، واذا شاله هيفضل قاعد جنبه ومركز الميه تتحرك امتى، وبالتالي عمره ما كان اول واحد، وعمره اصلا ما طال الميه اللي جوه دي. بل ان غالبا اللي بينزلوا كلهم هم اللي قبل كده المرضى والعمي والعرج، لكن العسم دول بالذات محكوم عليهم ان قعدتهم زي قلتها، وعمر ما هيطولوا الميه يعني. فالمخلع زي ما يكون واحد فاقد للرجاء كمان. عارفين لما واحد ياخد احباطات شديده، عارفين حاجه اسمها حرب تكسير العظام؟ الشيطان لعب معاه لعبه حرب تكسير العظام، حاول يلاحقها على بيته ما جاتش، طب شغله باظت، يقول طيب اتجوز واقعد في البيت، ما لقاش واحده تحبه، دخل شغل فشل فيه، دخل دراسه ما كملهاش، قال طب اترهبن واقعد في البيت، طيب لقى نفسه برضه بيقع في خطايا مش عارف يبطلها ومتحكمه فيه، وكره دماغه على قلبه. بقالنا في الحال ده قد ايه بقى؟ سنين. كم سنة بقى حبيبي؟ كان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، وبعدين يسمع الوعظة يلاقي ناس بتتوب، يحضر في الكنيسة يلاقي ناس مركزة وبتصلي وبتعيط وبتبكي، واللي بقى خادم واللي بقى، وهو مخلع مش عارف يقوم على حيله. هي نفس الحاجات اللي بيعاني منها، مكسر ومفيش رجاء واضح، يعني هيحصل ايه بقى فهينفع اطول الميه؟ مفيش حاجه متوقعه. لو لقينا الشخص اللي بيحبني، طب هيطول باله لغايه فين؟ طب ولو طول باله هيلحق يلقط الملاك؟ طب واذا ما لقطش اذا لحق يلقط الملاك، هل هنزل اول واحد؟ المعوقات كتيره قوي. فللاسف رقد في مكانه واستسلم لحاله. ولو حبيت اتصور كده حالة الراجل ده، اتوقعه، اخطيت الله اعلم يعني، بس غالبا قلب شحات يعني.
اصل قاعد هناك بقاله سنين وعارف ان ملهاش رجا، فخلاص بقى يستعطف الناس ياخد قرشين يعني. وبقى هو والفرشة اللي نايم عليها لون واحد وشكل واحد. عارفين لما حد بعيد عن الكل يشوف منظر الناس اللي بيبقوا هوملس اللي في الشوارع وفارش فرشة ولبسه صعب ووشه صعب، تلاقي الفرشة بقت نفس لون لبسه، نفس لونه هو نفسه كده على بعضه. اهو الراجل ده واحد زي دول كده 38 سنة، فخلاص هو والأرضية والفرشة كله حاجة واحدة. عشان كده السيد المسيح مجرد ما قرب له، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا باينة. يعني هو مش بتاع قعدة امبارح دي اللي تعمل اللون ده، القعدة دي كده بقالها سنين. يجوز كمان الريحة، يجوز المنظر، يجوز الشعر اللي طول والدقن اللي طولت، حد زي ما يكون هوملس. علم أن له زمانا كثيرا فقال له، هنا السيد المسيح بقى يبتدي يتدخل، ومن هنا عايزين نبتدي نتعلم. بصوا أحبائي، احنا بنتكلم على واحد صورت لكم صورته انه في حالة فقر مدقع ويأس وعدم رجاء وملقى على الأرض بدون أمل كده. المنظر ده ما يجيش حاجة، ده بعينينا احنا البشرية، بس ده ما يجيش حاجة بعينين الإنسان الروحي لما يشوف واحد خاطئ مخلع روحيا. المخلع روحيا بيبقى نفس المنظر ده، بس في نظر المسيح هو الوحيد اللي شايفه كده. وممكن يكون هو غني جدا وحاله ميسور جدا وحاطط أحلى الروايح، بس هي نفس الشكل ده كده روحيا هو الشخص المخلع بالخطية. خطية دغدغته فاستسلم لها ورقد مع خطيته حتة واحدة كده، توحد مع خطيته، اتصالح عليها واستسلم للستايل ده. أنا صعب، أنا أصلي شخصيتي كده، أنا حاولت كتير لا أمل مني، أنا اتصالحت على الفرشة أسهل من لما اتصالح على حياة جديدة، لا أمل من حياة جديدة. وده يفكرنا على فكرة بمين حصل معاهم كده، شعب بني إسرائيل. تعرفين شعب بني إسرائيل لما ترجع لسفر التثنية الإصحاح 2 يقول لك وبعد التيه 38 سنة. هو شعب بني إسرائيل تاه 38 مش 40، السنتين الأخرانيين كانوا على الحدود، هم تاهوا 38 سنة ومكتوبة كده. وساعتها ربنا قال لهم ايه؟ حد فاكر؟ ربنا لما شاف شعب بني إسرائيل 38 سنة تايهين في البرية، مش بيتقدموا ومش بيتعافوا ومش عارفين يوصلوا، راح قال لهم كفاكم قعودا في هذا الجبل. وكأن نفس المنظر ده هو الموجود في يوحنا 5 دلوقتي. السيد المسيح معدي على البشرية في هيئة هذا الشخص، لا هذا البشرية مخلعة، أو الشخص الخطية أسراه عامل زي ما يكون إنسان مخلع. لكن ربنا يقول له كفاياك 38 سنة بقى، كفاكم قعودا في هذا الجبل، يلا قوموا بقى تشددوا. طب يعمل ايه السيد المسيح علشان يقوم واحد مخلع؟ عشان نتعلم احنا برضه لما نقابل واحد مخلع نعمل ايه. واحد بقت الخطية ستايل حياته، متوغلة جواه، هو يومه واسبوعه والويك اند بيقضيه بطريقة معينة، كلامه وفلوسه داخلة من مصادر واتصالح على المصادر دي، خلاص بقت حياته كده. قلبه قاسي ومش ناوي يخليه رحيم، هو قاسي واتصالح على القساوة خلاص، وشايف الناس ما تجيش غير كده. بعد عن ربنا وقال لك ربنا يمكن مش موجود، وعجبه دماغه على كده، مخلع. اصل اللي بيكذب ولا اللي استعبد حتى الفترة الخطية ولا دماغه ملخبطاه، عينيه ملخبطاه، قلة رحمة، قلة محبة لواحد قريبه،
ده يعني مفصل من المفاصل اتضرب كده، نشوف له علاج طبيعي على شوية علاجات وأدوية ودهان يمشي. لكن النوع التاني ده اتخلع خالص. طب وفيها ايه يعني؟ هنسيبه؟ ما عندناش هنسيبه ده. نشوف السيد المسيح هيعمل ايه. هذا رآه يسوع مضطجعا نايم، وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ غريبة يا رب، يعني ده سؤال في الأغلب هيقول أيوة، لا مش لازم. ممكن يكون استحلى حياة الشحاتة والنومة دي، وشايل هم حياة النقاوة. يعني أنا بقى لو هتحرر من الخطية هيبقى عليا بقى التزامات أصلي، وممنوع أقابل الفلانيين، ولا ممنوع أخرج الخروجات العلانية، ولا فلوسي هتقل. فلا، هو مش عايز يبرأ. في ناس مش عايزة تبرأ. فالسيد المسيح لازم بيحترم حرية الإنسان الأول. لازم الأول يريد إنه يتغير. تقولي طب أنا المخلع ده ممكن يكون مش عايز، هنسيبه؟ هقولك، وهتشوف المسيح هيعملها إزاي. أجابه المريض. تفتكروا المريض اللي بالحالة دي، اللي ممكن يكون زي ما بقول لكم استحلى الشحاتة وشايل هم إنه يروق، هيرد على السيد المسيح يقول له: أيوة أنا عايز أبرأ؟ ما قدرش يخالف ضميره بصراحة، ما ردش قال له كده، لكن رغى في حتة تانية، يعني اتصعبن شوية. أنا آسف إذا كنت سيء الظن، بس هو حاول يطلع من المسيح بحاجة. يعني عارفين لما تقابل واحد في الشارع مثلا أخطيت بيستعطي أو عايز فلوس، أنت رايح مثلا وفي بالك عايز تاخده تحميه وتشوف له مسكن وتشوف له شغل وليكن، هو مستحلي الشحاته ومش عايز تعمل فيه كده، لسه هتعب واشتغل وبتاع، انا عايز الفلوس بكسب كويس اصلا يعني. طب ده انت هتبقى احلى. لا لا، انا كده كويس. فمجرد ما تقرب له وتقول له عايز تتشفي، قال لك بس زبون جه. ما هو مش مركز في اللي بيتقال. الزبون جه مع عنده 4 عيال ومش لاقي اكلهم، وحتى شايف رجلي ما بعرفش اتحرك كده، ليه نطلع بقرشين يعني؟ هو ابعد ما يكون انه يفكر ان اللي جاي له ده هيشفيه، هو ما يعرفوش. هتشوفوا دلوقتي ان هو ما يعرفوش اصلا. اجابه المريض: يا سيد ليس لي انسان. انا غلبان خالص، مفيش حد بيسال عليا، قاعد هنا بقالي 38 سنه ومحدش عبرني. ولو ان الكلمه اللي قالها دي هي الحكمه او لسان حال الضمير بتاع الشخص المخلع، وكأنه عايز يقول أنا لو كنت لقيت حد نصحني زمان كانش يبقى ده حالي، بس أما لقيتش إنسان، ما لقيتش إنسان ينصحني، ما لقيتش إنسان يحتويني، ما لقيتش إنسان يقومني يهتم بيا. لكن ما قالوش عايز أبرأ. ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء. ها، صعبت عليك؟ قرشين بقى حلوين كده. بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. العجيبة ان السيد المسيح حتى لو كان الكلام ده، انا اسف اذا كنت بسيء الظن، حتى لو كان الكلام ده اسطمبة بيقولها لكل الناس المعديين اللي بيقربوا عشان يطلع بالقرشين. يعني انا بتوقع انه يقول لمصر: يا سيد ليس لي انسان، بل بينما انا اتي ينزل وراي اخر. هي الجملة بتتقال للكل يعني. بالرغم انه بيقولها اسطمبة، الا ان السيد المسيح خده على ضميره اللي بيتكلم ده. ومن نقاوة السيد المسيح صعب عليه وقال لي بقى اكيد عايز يتشفي. خلاص 38 سنة وبيدور على حد يرميه في البركة، وبيقول اهو: بينما انا آتي ينزل قدامي آخر. غلبان. يعني المسيح اتضحك عليه؟ لا، مش اتضحك. بنقاوة بيتلكك للواحد، تطلع منه كلمة بس. ساعات يجي واحد يعني أبعد ما يكون، بس كون إنه دخل دي كبيرة قوي، يجي يقعد قدام أبونا بص أنا أصلا مفيش فايدة مني، وأمي اللي قالت لي أجي قبل قدسك يعني، بس أنا عايز أرضيها. ساعتها أبونا بيحس كتر خيرك إنك جيت، دي كويس جدا إنك عملت كده، يلا نشوف تقوم إزاي. تقوم إزاي؟ أنا ما قلتلكش أنا عايز أقوم أصلا. لا مش هسيبك برضه، يلا هتيجي، هقول لك كلمتين، مش أنت جيت؟ نقول كلمتين. السيد المسيح استشف من الكلمات البسيطة إن هذا الشخص
ينفع نساعده. وعمل بقى ما لم يكن متوقعا. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي. الامر الالهي طلع. بمجرد ما الامر الالهي طلع الشخص ابتدى يصدق في اللي قدامه، ابتدى يحاول كده، فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشيه. ما كانش متوقع ان ده يحصل، وما رجعش بيته على فكره، هو مش مصدق اللي بيحصل. اتوقع برضه بسوء نيه بيدور يشوف طب اقعد في حته تانية ولا اعمل ايه، هنجيب فلوس من انهي، هنعمل ايه دلوقتي. فبصوا، وكان في ذلك اليوم سبت، فقال اليهود للذي شفي انه سبت لا يحل لك ان تحمل سريرك. يعني هو شال السرير وفضل ماشي بقى في الهيكل ومال يلف، فالناس عرفته، فاليهود قالوا له وانت مش ان هو اتشفى، انت ازاي شايل السرير يوم السبت؟ اجابهم ان الذي ابرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. اللي شافين ما يعرفوش هو مين، فسألوه من هو الانسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي. برضه مش همهم يأمنوا، هم همهم يفهموا القصة الحلوة دي. اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل. طبعا احنا عارفين السيد المسيح بيعمل الآية أو المعجزة ومش عايز تسقيف بقى، هنقعد كله بقى يقول يا خبر أبيض عظيم قوي الراجل ده. لا، بصوا الكلمة، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. السيد المسيح يبعد عن الشو والمنظر اللي فيه تسقيف كتير، ناس كتيرة ما يحبوش. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. الآية دي يفهم من معناها إن ممكن الشر كان هو السبب في اللي وصل له ده. ليه؟ هي في شرور توصل واحد لأمراض بالشكل ده؟ هل كل الأمراض جاية نتيجة شرور أو خطية؟ لا، بدليل إن كنت لسه بقول لكم القصة دي غير قصة المفلوج. المفلوج بقى قالوا له أهذا أخطأ أم أبواه؟ آسف، المولود أعمى، أنا آسف. قالوا له هذا أخطأ أم؟ قال لهم لا، ولا هذا أخطأ ولا أبواه، ده عشان مجد ربنا. طب والمفلوج؟ المفلوج ربنا قال له مغفور لك خطاياك، يبقى كانت نتيجة خطية، وهنا نتيجة شر، بس مش شرط. أيوب جاله مرض قعده، بس مش نتيجة إنه إنسان شرير، ده نتيجة تجربة. في واحد مخلع في العهد القديم بس تخلع له مفصل واحد، مين ده؟ يعقوب. اتضرب في المفصل بتاع الفخذ ده، مين اللي عمل كده؟ ربنا. لعازر لما مات قال لهم لا، هو مات علشان نام علشان يظهر مجد الله. يبقى في اسباب كتيره جدا ما نقدرش نحلل بيها الحاجه، الوحيد اللي عارف السبب هو ربنا. فالشخص ده تحديدا يبدو ان هو جاله المرض على كبر، مش مولود بيه. يعني مثلا يطلع عمره 60 سنه دلوقتي او اكتر، جاله المرض من 38 سنه. ليه؟ نتيجه شر. هي في امراض مخلع تضرب الاربع مفاصل نتيجه زنا مثلا، في امراض تعمل كده. وفي امور اخرى نتيجه امور اخرى اسوأ، حاجات سيئه كتيره تؤدي الواحد انه يعمل كده. وليكن هو كان مطارد من ناس، اتكسر، اتضرب، اتعمل، وصل لمرحله الشلل نتيجه شر معين. فربنا قال له خلي بالك بقى، انت دلوقتي برئت، فلا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. بصوا اللي جايه هتضايقكم شويه، ما انا مش متحامل على الشخص ده من فراغ. بصوا الايه اللي وراها، فمضى الانسان واخبر اليهود ان يسوع هو الذي اوراه، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه فعل هذا في يوم السبت. يعني ما سمعناهوش قال له كتر خيرك يا رب اشكرك وسجد زي ناس كتير، ده بقى له 38 سنه. لا، مجرد ما عرف ان ده يسوع قال بس اروح اقول للمخابرات بقى اللي كانوا لسه سائلينه. انتوا عارفين الراجل ده بقيت تاريخ الكنيسه يقول حصل معاه ايه؟ ده فضل عايش لغايه نياحه العذراء مريم، وهو في ولاء لليهود.
وشغلوه معاهم عشان يكسبوا ولاءه، بدل ما يلف يقول ان المسيح قومه. وساعة ما العذراء مريم اتحطت في التابوت ورايحين التلاميذ يدفنوها، قام جه واحد ماسك فاس وراح خابط التابوت عايز يكسره، اهانة للست العذراء. فقامت ايديه اتفصلت عن جسده. مين هو ده؟ التقليد يقول ان هو ده المخلع. يا نهار ابيض. وكأن السيد المسيح بص في عينيه كده وشاف اللي هيحصل، وقال له ما تعملش بقى حاجة تاني بالمنظر ده، احسن هيكون ليك فضيحة اشر، فضيحة هتتكتب في السنكسار. ومفصل من المفاصل اللي المسيح روقها في يوم من الايام دي انفصلت تماما عن جسده. لكن التلاميذ صلوا له واعيدت يده الى جسده تاني، فتاب توبة نهائية. نقابله في السماء بقى ان شاء الله. ودي تقول لنا حاجة، عشان انا دلوقتي هحلل كلام المسيح في الربع ساعة اللي فاضلة وتلت ساعة، هحلل معاكم ازاي احنا نتعامل مع الناس المخلعين، يعني انجاز التعبير. لكن دي تقول لنا ان ساعات بعد ما تستوعب اللي قدامك وتساعده على التوبة وانه يقوم من التخليعة اللي فيها، ممكن يريلابس تاني، يعني ينتكس. وماله، يقوم تاني وراه المسيح، وراه حتى بعد ما صعد للسماء خلى التلاميذ يروقوه برضه يشفوه. فما تيأس ان ساعات حد يكون بعيد جدا وبعدين الكنيسة تعبت معاه تعب حقيقي وبنعمة ربنا رجع، وبعدين يجي لك احباط شديد انه وقع تاني. ولا يهمك، هيقوم تاني. كلنا ثقة في آية جميلة. انا لما بشوف النوعيات اللي بالسيناريو ده بحط كل رجائي في الآية اللي بتقول أعمال الله هي بلا ندامة. بلا ندامة يعني طالما أمر بخلاص هذا الإنسان، وده الخلاص لا يستطيع أحد أن ينزع أبنائي مني أو خرافي من يدي. بنعمة ربنا يرجع تاني إن شاء الله على آخر نفس. وشفتها والناس على سرير النياحة رجعوا تاني، لأن كانوا أهاليهم تعبانين معهم أوي وزارعين بذار كتيرة وتعبوا في الرايح وفي الجاي، بس ربنا مرضاش ياخدهم غير لما ايديهم ترجع لجسدهم والتلاميذ يصلوا، وبعد كده يصدر الامر الالهي. اعمال الله هي بلا ندامة احبائي. عشان كده تعبك مع اي شخص ما تقولش هتعب معاه اصله بيرجع تاني وبيرجع يدمن تاني ويخش المصحة تاني. ما تقولش هيرجع للعلاقات تاني، ما تقولش هيرجع للخطية واللخبطة تاني. كل عمل من دول بيجهز له رصيد، واعمال الله هي بلا ندامة وهيجيبه. طب انا يهمني افكر معاكم بقى في 16 نقطة الوقت اللي فاضل. لا ان شاء الله اقولهم بسرعة، يعني هقولهم بسرعة. ماذا فعل يسوع علشان الشخص المخلع ده لما احنا نقابله بقى في حياتنا، المخلع روحيا، نقدر بنعمة ربنا نجتذبه وبصوت يسوع، مش صوت ما احنا بقى، نقول له قوم وشيل مع الناس احملها كمان. يا خبر ابيض، يعني حد بعيد يقوم من وقعته وكمان يبقى خادم ويشيل سريره ويمشي ويتصدى لليهود كمان. طب نعمل ايه؟ السيد المسيح عملها ازاي واحنا نقلده ازاي؟ بصوا الافعال اللي اتقالت على السيد المسيح. اول حاجة اتقال هذا رآه يسوع مضطجعا. رآه، اول فعل نقف عنده. اعرف الشخص، دور انت عليه. المخلعين ما بيجوش الكنيسة، المخلعين عايز اللي يروح يدور عليهم. يعني تخيل خروف ضل، ولما ضل طلع وسط الشوك والطوب ورجليك كسرت فوق كمان بقى. طب ده هيرجع ازاي بالذمة؟ ما هو لازم بقى الراعي اللي يروح. علشان كده ربنا قال في أشعياء أنا أسترد المطرود وأجبر الكثير. أروح أجيبه. وقال إن في خراف ليسوا من هذه الحظيرة. أصل في خراف 99 وفي خراف ضالة، يعني
طلعت بره. في الأصعب اللي اسمهم ليسوا من هذه الحظيرة، بعدوا خالص خالص خالص. فأول حاجة رآه، فتش، خلي عينيك بتفتش على الخروف الضال دوا أو الشخص البعيد المخلع. موجودين حواليك، موجودين حواليك في عيلتك، في شغلك، في الجيران، في معارف، بس عايزين العينين اللي تشوفهم. السيد المسيح يلقط المخلع وينجذب ناحيته، ونظرته تحتويه كده. نظرة السيد المسيح لما تتتبعها في الكتاب المقدس تلاقي مجرد ما ينظر النظرة فيها نوع من الحنان والاحتواء. يعني مثلا مرة شاب جه يكلم السيد المسيح، يقول فنظر إليه يسوع وأحبه. يعني ايه؟ يعني عرفناها منين النظرة دي؟ معناها لا، هي باينة، نوع من الابتسامة على العينين الوديعة كده، عايز يحضنه بعينيه كده. اتقالت على بطرس لما أخطأ وكان هيقلب مخلع، لما أنكر السيد المسيح، مكتوب في الإنجيل فنظر إليه يسوع، جابه. ليه النظرة دي ادت لبطرس أمل؟ تفتكروا يسوع بص له ازاي ساعتها؟ راح كده ولا عمل له كده؟ ما كلها نظر إليه يسوع. ولا تخافش، شوف أنا بطولي دوا، لكن قريب كنا في اجتماع مع قداسة البابا والمفروض أطلع أقول كلمة. أول مرة هقول كلمة يعني بالمنظر ده. مجرد ما طلعت على الستيج راحت عينيا على طول جاية على أبويا الروحي، يعني فقيته عمل لي كده. صدقوني النظرة ادتني تشجيع كده عشان أكمل، مع إن أنا يعني ما بسيبش الميكروفون وعارف هقول إيه وهم محضرهم يعني. لكن النظرة بتفرق أحبائي. عايز أقول لك أول حاجة بالنسبة للشخص المخلع، أنت هتشوفه إزاي؟ هو بيستنى أول لقطة. عارفين في الاعتراف تلاقي في شاب جه راح رامي قنبلة كده، ويعني أبونا هيرياكت إزاي؟ ساعات بتبقى كلمة كمان صعب، يقول أبونا أنا بزني. هو ما يكونش قصده قوي على فكرة، هو قصده ان هو جات له افكار شريرة، بس هو عايز يفضح نفسه. ابونا يبص زي المسيح، رآه يسوع وتحنن. ما هو امال احنا في الكنيسة بنعمل ايه؟ احنا مستشفى، ما احناش انا قاضي ولازم اخد نحوك اجراء. يعني مش هاخد نحوك اجراء، هكتب لك روشتة، هدور لك على علاج. فاول حاجة ناحية الشخص المخلع اللي تقابله، نظرتك ليه بتفرق. رقم 2، وعلم أن له زمانا كثيرا. حاول تفهم أبعاده إيه وتعاطف معه. السيد المسيح لما شاف المنظر، إذا اتجرأت ودخلت جوه فكر السيد المسيح كان بيفكر في إيه، السيد المسيح تعاطف جدا مع شكله. زي ما انت بتعدي كده واول نظرة ليك بالقلب المسيحي الرهيف، بيصعب عليك قوي الراجل اللي راقد على الارض ده، بس على طول ما تيجي كلمة تانية ده بيمثل ومش عارف وبياخد من ناس كتيرة واكيد عنده عماراته، دي اللي وراه. بس السيد المسيح ما بتجيلوش رقم 2، دي هي رقم 1 وعلى اساسها بيتعامل. سيبك من الراجل اللي بيشحت، مش بتكلم دلوقتي على الفلوس، بتكلم روحيا. لما تقابل واحد مخلع روحيا، أول نظرة ليك مش إنه شرير ولا إنه كافر ولا إنه مؤذي، إنه غلبان وبقاله كتير بيعاني. اعرف إنه بقاله كتير بيعاني. الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. عمر ما واحد مخلع عايش مبسوط مهما ظهر لك. بص بالعين الروحية وخليه يصعب عليك. السيد المسيح يبص للي قدامه بنظرة حنان. رقم 2، يتفهمه ويتعاطف معاه. بيفرق معايا جدا في معجزة
الطفل او الغلام اللي السيد المسيح راح طلع منه الروح النجس. الاب جاب الغلام ده للتلاميذ، التلاميذ ما عرفوش يطلعوا الروح النجس، فالسيد المسيح قال لهم هاتوه. بغض النظر عن جمال المعجزه، بس انا في ايه معينه اللي بتشدني جدا. مجرد ما الراجل ده قرب، الطفل او الشاب ده الغلام قرب من المسيح، ابتدى يسرع ويسجد ويترمي في الارض ويتمرمخ كده. السيد المسيح هيقومه كمان 5 ثواني، بس في ال5 ثواني دي عمل ايه؟ اقول لكم قال ايه وفكروا يبقى المسيح بيفكر ازاي. راح باصص ناحيه الاب وقال له كم له من الزمان وهو يعاني مثل هذا؟ زمانا كثيرا. الراجل قال له بقاله 12 سنه صدقني، وتعبنا وصوته عالي بيفضح الدنيا ويقعد يخبط فيا ويضربني انا وامه ويرمي نفسه ساعات في النار ويسجد ويسرع. السيد المسيح فكر في ايه عشان يسأل السؤال ده؟ تعاطف مع الشكل. قال يا نهار ابيض بالمنظر ده، امال اهله اللي واقفين جنب دول بقى بيعانوا قد ايه؟ بقاله قد ايه يا حبيبي بالمنظر ده؟ يقول له صدقني تعبانين انا وامه. والراجل يا عيني الواد بيسرع قعد يتكلم المسيح 3 ايات اما صدق. حد بيقول انا اقول لك انا بيعمل ايه؟ اقول لك انا انت شفت لقطه، احنا طول النهار في وجع القلب ده. علم ان له زمانا كثيرا، يعني تعاطف معاه، تعاطف مع اللي قدامك، تفهمه. هو انت شايفه مثلا غضوب في الشغل ومش حكيم او مش فير، ظالم؟ طب ما بالك مراته بقى عامله ايه؟ ولا عياله هيطلعوا ازاي؟ ولا هو بيشوف كراهيه في عينين الموظفين قد ايه؟ ولا لما يروح شغل تاني اللي تشوفه مخلع يصعب عليك. فكر بطريقه المسيح. اولا انظر له، دور عليه ولاقيه انت، وانظر له نظره المسيح. رقم 2 تعاطف معاه وتفهمه. تفهم، حط السيناريو في دماغك هتلاقيه صعب عليك. رقم 3 فقال له أتريد أن تبرأ؟ هنا أحبائي الكلمات تبتدي بقى، يعني الأول النظرة، بعد كده التفكير، رقم 3 الكلام. المخلع علشان يقوم لازم تتكلم معاه كلام يساعده على الأومان. ايه الكلام اللي يساعده على الأومان؟ أقول لكم أنا، وتعالوا نراقب السيد المسيح كده عمل ايه. واحد مخلع في وقت من الأوقات كان اسمه بطرس، بعد ما أنكر المسيح رآه بيصطاد، تعاطف على فكرة. انتوا عارفين الإصحاح الأخير في إنجيل يوحنا بعد القيامة، قديس بطرس راح قايل للتلاميذ ايه؟ أنا ذاهب لأتصيد. فضيحة، ما يصحش، ده ساب الصيد بقاله 3 سنين ونص. وراح واخد في ديله كمان 6 من التلاميذ، قالوا نيجي احنا كمان نصطاد معاك. كبسه بقى، المسيح جه لقاهم مشمرين وبيصطادوا، فضيحه. طب والسيد المسيح يعمل ايه؟ الكلمه اللي تيجي في بال السيد المسيح، الولاد يظهر شكلهم نفسهم هفت على السمك زي زمان، نفسهم ياكلوا سمك، لا اعمل لهم اكل انا. وراح جايب سمك مشوي وحضر لهم الاكل، وقال لهم يلا تعالوا انا محضر لكم الاكل. يعني دونا عن ده كله يا رب، اللي فكرت فيه مش ان هم خانوك وباعوك ورجعوا تاني وسابوا الكهنوت والنعمه اللي انت مديها لهم ورجعوا يصطادوا زي زمان. ده من حقك تزعل وتاخد على خاطرك قوي. لكن كل اللي جه في المسيح شكلهم نفسهم في سمك. ايوه انا قلت برضه نفسهم في سمك، اعمل لهم اكله سمك واقعد معاهم. وتبقى دي الطريقه اللي تقوم بطرس. ما نطقش بكلمه السيد المسيح فيها عتاب ولا لوم، نفسيته مرهفه بطرس برضه. العياط اللي عياته ساعه ما صاح الديك يدل ان هو من بره زعيم كده، لكن من جوه قلب رهيف خالص، وما يستحملش المسيح يقعد يكسر فيه تاني. لا كفايه الخطيه واللي خلعته جواه. انا اقومه بقى، ناكل اكله واقول له اتحبني، واتمشى معاه. ده خد بطرس من ايده وفضلوا يتمشوا على البحر وبيرغي معاه ويقول له على فكره طول ما انت صغير كنت بتمنطق ذاتك وتذهب حيثما تشاء، لكن متى شيخت
اخر يمنطقك ويذهب بك حيث. دول قاعدين بيرغوا على الميه هم ماشيين، ويوحنا في ديلهم ماشي وراهم. الكلمات اللي خرجت من السيد المسيح كلها كلمات احتواء وحنان. المخلع يا احبائي اوعى تقعد تقول له على اخطائه، في ناس محتاجه كده انواع اخرى، لكن المخلع مش عارف يقوم، هتكمل هتدوس اكتر. انت تقول له انا فاهمك، انت اصلك من الناس اللي دمها خفيف وتحب الهزار، تعال نخرج شويه. ايه ده الوقار بتاع الخدمه والكهنوت لا، ما هو مش هيجي غير كده. مخلع وعايز اللي يتفهمه الكلمات. موقف تاني السيد المسيح يعمله، مخلعه، اخطيت في التعبير يعني، اسمها المرأة التي امسكت في ذات الفعل، حياتها احتراف زنا. طب وبعدين مخلعه، طب المسيح يعمل ايه؟ يختار كلماته جدا، وكل اللي قاله لها طبعا زي ما انتم عارفين وقف قدامها ودافع عنها وخلى الناس كلها تمشي، حسسها بالامان جدا، وبعد كده يلتفت يقول لها كلمه واحده، في حد مضايقك؟ لا دول مشيوا خلاص مش عايزينهم يجوا تاني بقى، يلا نمشي حلو عشان الناس دي ما تظهرش في حياتك تاني. بس كده قامت بعد ما كانت مخلعه. ساكبة الطيب والناس ابتدت تلسن عليها، مخلعه بقالها سنين في الخطيه، امراه كانت خاطئه يعني محترفه زنا، جابت الطيب الكثير الثمن وسكبته. السيد المسيح يرفعها فوق التلاميذ كلها ويقول دي بقى اللي عملته ده يتكتب في الانجيل، يتبشر بيه في الدنيا كلها عشان يتعلموا من الست الحلوه دي. واحسن منك انت يا سمعان، وانت يا يهوذا، وانت يا تلاميذ، دي احبت كثيرا، والذي يحب كثيرا يغفر له كثيرا. دي احبت كثيرا، انت يا سمعان ماء لرجلي لم تعطي، دي احسن منكم كلكم. كلام تشجيع. عايز تساعد واحد مخلع، هي تتلخص في آية اكتبها في الكتاب، ما هو الكتاب اصله بيفسر بعضه. يقول لك شددوا الركب المخلعة، شددوا شجعوا. الشخص المخلع شغلتك معاه ترفع منه من معنوياته، خليه يهم على نفسه ويلملم روحه كده ويعرف يقوم. السيد المسيح مع مخلع أخير هو تلميذي عمواس. تلميذي عمواس باعوا القضية واختاروا ان هم بقى يروحوا على بلدهم، والقصة طلعت فشوش ببنيو 3 أيام، في 3 أيام بقت فشوش 3 سنين. السيد المسيح يقرر انه يبتدي يتكلم ازاي؟ يمشي معاهم، يحن عليهم، يتفهمهم ويشرح لهم، بس يفوقوا عند كسر الخبز. يبقى رقم 3 مع الشخص المخلع، انتقي ألفاظك وخليها كلها ألفاظ تشدد بيها اللي قدامك مش تكسره. رقم 4 أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. صدق في اللي هيقوله واعتبره نوايا إيمان، حتى لو ملقاش بصراحة كده أيوة أنا عايز أتخلص من الخطية دي بقى مغلباني، مش هيقول كده. المخلع اتصالح على الخطية خلاص، فمش هيقول لك الإلحاد ده وحش، أو يقول لك لا على فكرة وأنا بعيد عن ربنا أنا عايش حياتي. مش هيقول لك إن الكسب والفلوس اللي بطريقة الوحشة دي، هيقول لك لا أنا وأنا بعمل حاجة غلط، ما كل الناس أصلا كده والفلوس دي كلها، مش هيعترف بحاجة. فما تتوقعش منه نية خالصة واضحة صريحة إنه عايز يرجع للطريق الروحي، لكن تلمس في كلامه بعض الكلمات علشان تساعده. إن شاء الله حاجة بسيطة كان بيحبها زمان، كاهن كان بيقعد معاه زمان، خادم كان بيحبه زمان، قديس كان بياخده شفيع، قداس كان بيحب يحضره قبل الشغل بتاعه في الماضي، لسه جواه خير وبعض المبادئ والفضيلة، لسه قلبه بيشفق على الناس الغلابة. تلمس جملة كويسة من وسط كلامه حتى لو ما صرحش
بانه كويس. يعمل زي ما خدنا الاصحاح اللي فات مع السامريه، كل الكلام لخبطه، بس في حاجه واحده اللي حلوه، قالت الصدق انها متجوزه 5 يعني يا فرحتي، بس كويس المهم انها قالت الصح. يبقى حسنا قلت يا سيدتي، وهيصها على الاخر. الحته الحلوه اللي في الكلام ناخدها ونكبرها، وهي دي اللي هتبقى الفتيله المدخنه اللي ممكن بعد كده تنور. يبقى من فم اللي قدامك اكتسب خيط بدايه للحل، ان شاء الله صغيره. تعالوا في الحبه اللي فاتوا ناخد مثل. ابن ليه غلبانه وشايفاه بقى مخلع، مع انه كان شماس وحلو وقريب، دلوقتي بعد خالص. هتعمل ايه؟ تعمل العمل المسيح ده. اولا تشوفه بعينين المسيح. كفايه لوم يا ماما، وكفايه عتاب، وكفايه تحسسيه ان هو ما بيسمعش سي تي في واغابي زيك، وما بيسمعش وعظات ابونا داوود، وما بيقراش الانجيل. معلش هو مش جايه معاه دي. مخلع، هو واحد اتصاحب على ناس اشقيه، لخبطوه خلعوا له مفاصله خالص. رقم 2 تفهميه، اعرفي ان ليه زمان طويل، واعرفي هو وصل لكده، واعذريه. نوع من الامباثي، التعاطف، زي ما المسيح تعاطف، نفهمه كويس. بعد كده اقتربي اليه ونقي الكلام، نقي الكلام بحيث ان احنا نتصاحب ونطلع نطلع نطلع، ومش هنجيب نتيجه بسرعه، هناخد وقت. ومن خلال الكلام ده انا بحضنه بس بكلامي وبنظرتي وبتعاطفي. طب فاضل حاجه اخيره بقى عشان نختم بيها، عايزين الولد يتشفي بقى، هي اللي جايه بقى. قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي. انا بشوف الايه دي ايه عبقريه. طبعا الوحي المقدس اكتر من كلمه عبقري، بس انا مش عارف اعبر اكتر من كده. قم احمل سريرك وامشي، هو ده علاج الشخص المخلع. تقول لي يعني اعمل ايه؟ يعني اقول له بطل خطيه؟ هي دي يعني؟ طب ما المسيح اعمل ايه؟ قم احمل سريرك وامشي. لا، هقول لك انا، ركز على انه هيشيل سريره، وعلى اساسها قول قم. يعني ايه؟ يعني تخيلوا معايا كده، السيد المسيح قال له بقى السرير اللي بقى حته منك ده بقيت حاجه واحده، عمرك ما التفت وشفته اصلا، طب يلا قوم شيله كده. فراح قايم لقى نفسه عارف يشيله. اصل ايه اللي جاب السرير في الموضوع يعني؟ عارفين السرير ده اللي هو احمل سريرك ده، قومه، خليه يشتغل حاجه ليها علاقه بالسرير ولا بغيره، يعني شغل هيعمله. ما تقولوش بطل خطيه، قول له تعالى اخدم معانا. قول له احنا داخلين على الكريسماس، في ملجئين ناس غلابه عايزين نعدي عليهم، تيجي تلف معانا هدايا بتاعت الكريسماس وتوزع معايا. 99.9 هيقول لك اوكي. هو مش عارف انه كده معناه بيقوم اهو، بس على حس السرير قام. فهمتوا يعني نقصد ايه المعنى؟ ثق تماما المره الجايه هتقول له تلبس بابا نويل وتقدم انت الهدايا للولاد. 99.9 هيقول لك اه. تقول له طب في راجل غلبان جدا عايزين نوديه يكشف بس ونعمل له اشعه، بس ملوش حد خالص، ولاده مسافرين امريكا وعايش لوحده، هنجيب له وجبه بس عشان الراجل ما بيجيلوش وجبه سخنه، ونعدي عليه بالليل نوديه 99.9 هيقول لك اوكي. وعلى حس السرير هيقوم، ولما هيقوم هيكتشف ان ايديه ورجليه اتحركت. اصل هي انفتاح القلب على الناس يفتح القلب على ربنا. اصل محبة القريب ومحبة الله هي باكج واحدة. تحب الرب إلهك وقريبك مثل نفسك هي باكج واحدة. اللي مش راضي يتحرك في اتجاه محبة الله يتحرك في اتجاه محبة القريب، واللي مش عارف يتحرك في محبة القريب يتحرك في محبة الله، وهم بيجيبوا بعض. إذا ما كانش مؤمن بالمسيح وعارف يقوم نجيبه عن طريق السرير. طب وإذا عارف يقوم ويبقى يشيل بعد كده السرير، هم هيجيبوا بعض. وكأن ربنا عايز يوصل لنا
شددوا الركب المخلعة دي من ضمن الطرق او الطريقة الفعالة. بص للشخص على انك عندك ايمان انه يقوم، وقول له يلا بينا، انت هنقعد لغايه امتى في الامم ده؟ وفي ناس بتموت وعايزه حد بس يقول لها كلمه حلوه. تعالى معايا عمل خير يعني، تعالى معايا عندنا شويه اطفال صغيرين هنلعبهم. طب وبعدين هيلاقي نفسه ايديه فردت ورجليه اتحركت وظهره قام وعرف يصطاد ناس. هو انتوا بالكوا القديس بطرس جه ازاي؟ اخطيت، ما كان مخلع وسط السفينه بتاعته يعني، بس السيد المسيح قال يلا اصطاد سمك، يلا اصطاد ناس. شويه شويه بقى القديس بطرس، ووقع في النص كام مره زي ما الراجل ده وقع برضه، وقع وانكر واتسرع وكل حاجه، والمسيح مطول باله. بس اللي جابه فكره الصيده، تعالى هتشتغل معايا وهتجيب وانت يجي منك قوي. طب والخطيه هتتحل. وهنا احبائي اختم بكلمه، خلي عندك ثقه وايمان في الاشخاص وفي المسيح. يعني ايه؟ ثقه ان الناس مش شريره ويجي منها ويمكن يبقوا احسن منك كخدام. ثق فيهم، شوف الحته الحلوه اللي فيهم هتطلع احسن ما فيهم. ما تركزش على انه خاطي وبعيد ومش بنفس الصوره الكلاسيكيه اللي انت متعود عليها في الكنيسه. كان موظف على مدارس الاحد، دخل اعداد خدام، بقى بعد كده خادم، اتجوز خادمه، جابوا خدام. مش لازم يبقى في السيناريو المعتاد ده. اغلب القديسين ما مشوش في نفس السيناريو يعني، لكن ثق انه حلو وهو مش في نفس الصوره الكلاسيكيه دي. رقم 2، ثق في المسيح. الوحيد اللي هيقومه نعمه التواجد في حضره المسيح. جيبه يلا على الخدمه، خليه يشوف المسيح في الاطفال. من ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر بي فعلته. خليه يتواجه مع الخدمه ومع الجو الروحي، هيقوم لوحده، ما تخافش. وخليك عندك الثقه دي، نعمه المسيح هي اللي بتشتغل معاك. احنا في بالنا ان لازم نعصر دماغنا قوي ونشوف له مدخل، وهي في الاخر نعمه ربنا اللي بتقوم. التواجد في حضره المسيح هو اللي بيقوم المخلع. محتاج واحد يبص له نظرة حنان، يتفهمه، يتعاطف معاه، ينتقي كلام التشجيع والتجديد اللي بيكلمه بيه، ويقول له تعالى نشيل سريرك، يلا هتشيله اهو، وتاخده بالسرير وتحطه في حضرة المسيح، وسيب القيامة اللي انت مش عارف تعملها الداخلية دي هيعملها نعمة ربنا فيه. ديتها قداس يحضره، بس ديتها قعدة اعتراف حقيقية، ديتها ترنيمة ولا مؤتمر روحي بحقيقي مش مؤتمر ترفيهي. وسيب نعمة ربنا، خليك واثق فيها. إلهنا قوي أحبائي، بيغير النفوس والقلوب، مش كلام نظري بنقوله. هو ده الطريقة الوحيدة اللي بتغير في الناس. احنا ما تبقاش قلقان يحسن ربنا ما يجيبش اللي انت كنت عشمان فيه، قلقان على ربنا وعمله. خلي عندك الإيمان، وهات الشخص البعيد ده محتاج عليك 5 خطوات، والخطوة الأخيرة تحطه في حضرة الله، وهتلاقي السرير اللي شاله ده استحلى شيله. هو بيقولك ما عندكش خدمات أكتر من كده، وكلنا أحبائي دقنا كده. أفكركم واختم بيها، كلنا جينا نتيجة إن حد شافنا بعين المسيح، حد فهمنا بطريقة المسيح، حد تعاطف معانا، وحد جذبنا وخلانا يبقى لينا دور. وساعتها من بعد كده ابتدينا نحس قد ايه الانجيل ده حلو، وقد ايه الصلاه دي جميله. طب يلا اعمل كده بقى مع الباقيين. احنا دايما بنعملها بالعكس. ابني البعيد المخلع عايزه يحب الانجيل ويسمع الوعظات دي بعد نعمه ربنا بقى. لكن دورك انت في الاجتذاب، في رمي الشبكه، وسيب ربنا هو اللي يطلع السمك الكتير. ربنا يدينا ان احنا نتمسك بالآية اللي بتقول شددوا الركب المخلعة. لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين.